بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة اللي هي كيكة إسفنجية، كيكة خفيفة ريشة. تبعوا لا فيديو للآخر وتشوفوا طريقة التقديم والتحضير والمقادير. مقاديرها بسيطة جدا، متوفرين في كل بيت، ما همش مكلفين بزاف. يلا بسم الله. اول حاجه هنا بديت بها هي البيض. هنا درت 3 حبات بيض، يعني على حساب المول اللي عندك. اذا المول نتاعك كبير شويه تقدري تضاعفي الكميه. انا هنا المول نتاعي صغير ماهوش كبير، على بها درت 3 بيضات. راح نضربهم هكا بالفرشيطه عادي، وتقدري ديريها بالباتور. هنايا زدت لها كاس ناقص اصبع نتاع تاع سكر عادي، كاس نتاع 220 ملي. هنا درت لها زدت لها سكر فاني يزيد لها النكهه، يعني اختياريه، تقدري تزيديها وتقدري ما تزيديهاش لانه للنكهه هذا مكان. هنا عندي كاس تاع زيت وكاس نتاع حليب. راح نخلطهم هكا في بعضهم كامل حتى يتجانسوا هذوك المقادير. من بعد نزيد لها خميره الكيميائيه، خميره نواره. فوالا كيما راكم تشوفوا لهنايا راح نخلطهم كامل في بعضهم. نخلط هذيك الخميره حتى تذوب لي كامل. هنا نجيب الفارينه، هي الفارينه هذه راهي مغربله مسبقا، غربلتها وراح ندير بالعقل بالمغرف حتى ندير الكميه اللي عندي كامل. انا هنا الفارينه ما حددتش، يعني ما درتش بمقدار معين، درت عيني ميزاني هنايا على حسب الفارينه اللي عندك. هنا شوفوا هذا هو المول اللي عندي، درت له شويه نتاع الزيت، دهنته بشويه نتاع الزيت ودرت لها رشيتها بشويه نتاع فارينه هكا باه نضمن باللي مش راح تلصق لي هذيك الكيكه. هنا نكون سخنت الفرن نتاعي على درجه مئويه 180 درجه، لانه لازم الفرن هنا يكون سخون. ونحط فيها هذا المول اللي راكم تشوفوا فيه. شوفوا القوام نتاعو جا ما شاء الله. فوالا كيما راكم تشوفوا لهنا بعد ما طابت لي الكيكه نتاعي، شوفوا كيفاه خذت هذاك اللون الذهبي وكيفاه تنفخت لي ودارت لي هذيك الشقه. يعني الوصفه راهي ناجحه 100%. يعني الكيكه هذه احسن من تاع المحلات. ديريها في الدار على بالك واش حطيتي فيها كامل الداخل، وتجي بنينه اكيد. شوفوا كيفاه جات لي، يعني جاتني حمراء في الدوري ومن الداخل جاتني طايبه، لانه نقصت للفرن نتاعي على نار تكون متوسطه باه طيب لك من الداخل، ما تكونش هكاك تقعد هكاك نيه. شوفوا كيفاه جات ما شاء الله. وهكا تقدري يعني تخبيها في المجمد لمده نتاع يومين 3 ايام، يعني تحطيها في كيس بلاستيكي راح تقعد لك مده كيما حبيتي. انا هنا راح نستعملها اليوم. درت لها زينتها، يعني درت لها شويه نتاع عسل. عسل هنا راهو جمد لي شويه لانه الحال شويه راهو بارد، يعني ذوبته من قبل، ذوبته مي يعني جمد لي شويه لانه كما قلت لكم الجو بارد شويه. لهنا التزيين يقعد اختياري، تقدري تزينيه وتقدري تخليه كيما راهو، لانه مليح للفطور الصباح وامسيه تاع العصر، يعني تفطري عليها. شوفي تتقهوي عليها، يعني قهوة العصر. شوفي لهنايا كيفاه زينتها بشوية تاع كاوكاو، جات ولا اروع، يعني كاوكاو بذوق البيستاش. فوالا كما راكم تشوفوا درك راح نقطع لكم ونقسم لكم الكيكه. تشوفوها من الداخل جات اسفنجيه، جات بونج، جات ما شاء الله. جبت هذا السكين نتاع المنشار. فوالا كما راكم تشوفوا، شوفوا من الداخل كيفاه جات مثقبه، جات خفيفه ريشه. يعني هذه الوصفة من وصفاتي الناجحة اللي ديما هذه المقادير معتمدة عليهم في هذه الوصفة، ديما نديرها.
فوالا كما راكم تشوفوا جات ما شاء الله، جات تبريي من هذاك العسل. كما قلت لكم يعني العسل تقدروا ديروه تقدروا ما ديروهش. فوالا درك تشوفوه يعني كيفاه جا يعني في صحن التقديم، جا ما شاء الله والله. واحد الكيكة بسكوي كيما حبيتو تسميوه سميوه، لأنه متعدد التسميات. جات خفيفة ما شاء الله، خاصة من الداخل، وجات طيبة في نفس الوقت. شوفوا كيفاه جات حمرة. هذه هي الوصفة نتاعنا لنهار اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم. إلى وصفات أخرى بحول الله. ما تنسوش أنكم تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. مع السلامة، إلى الملتقى بحول الله تعالى.